السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهارده هنعمل احلى فطيرة. الفطيرة الاقتصادية دي فطيرة الخضار، بجد حلوة جدا ومغذية جدا للأطفال، حاجة ما شاء الله حلوة وكمان جديدة، يعني تنوع بقى في الأكل، وهي ما شاء الله هتعجبكم جدا ان شاء الله. عايزة اقول لكم طعمها روعة. صلوا بينا على النبي وتعالوا نخش نشوف عملناها ازاي. هنا عندي كوبايتين دقيق ومعلقة، هناخد معلقة خل ومعلقة زيت، معلقة كبيرة خميرة، وكمان سكر معلقة كبيرة، وكمان نص معلقة ملح، وهنكمل واحنا شغالين. هنا هحط كوبايتين الدقيق، عليهم معلقة كبيرة خميرة، واحط كمان نص معلقة ملح كده، ومعلقة كبيرة سكر. دي كانت معلقة صغيرة فحطيت منها معلقتين، ونقلب كويس. ونجيب كوباية كده مية دافية، نبتدي نعجن واحدة واحدة، مش هنحط المية كلها، وهنحط معلقة خل واحنا شغالين، وكمان هنلم مع معلقة زيت. نبتدي نعجن كويس لغاية ما تبقى معانا طرية بالشكل ده. بصوا طرية خالص خالص، بتلزق، بس ايديا هتطلع نضيفة مفيهاش اي حاجة. بصوا مفيهاش اي حاجة، وطرية جامد كده. عجينة طرية جدا وما شاء الله عليها حلوة جدا. هنعمل بقى الحشوة بتاعتنا. هنا الحشو عبارة عن، بصوا حاجة بسيطة خالص، كوستين على جزراية بطاطساية. ده كان ربع كيلو بسلة، بس المتوفر عندكم. تضيفوا لحمة برضو انتوا براحتكم. الحشوة دي اختياري، بس انا حبيت اعملها اقتصادية كده يعني. يعني وما شاء الله كان طعمها جميل جدا. نبتدي نقطع بقى الخضار بتاعنا ده قطع صغننة خالص. على قد ما تقدري خليها صغيرة. ممكن كمان بصي تلعبي في الحشوة زي ما انت عايزة، يعني انت وامكانياتك وانت وراحتك. ممكن تضيفي فراخ مع الخضار، ممكن تضيفي لحمة، ممكن بصي الحشوة دي العبي فيها براحتك. فاصلا يعني احنا حبينا نعملها اقتصادية كده وموفرة، وهي ما فيهاش اي حاجة خالص. كده قطعنا الخضار بتاعنا بقى هنعبيه كده. وكمان عندي بصلتين كده خضر، فقلت كمان استعملهم. مش متوفرين ممكن نستعمل البصل بتاعنا العادي. وكمان هجيب فص توم اقطعه معاهم. وعلى طاسة كده نرمي مع معلقة زبدة، وعليها معلقة زيت. واللي مش متوفر زبدة ممكن زيت عادي، بس الزبدة بتدي طعم حلو جدا في الأكل. فأنا ضفت زبدة كده زي ما انتم شايفين، وهضيف عليهم البصل. هنزل البصل بتاعي يدبل معاهم. بعد ما يدبل ويتشوح وياخد كده يطلع ريحته الحلوة دي، هنزل عليهم الخضار ياخد كمان تشويحة كده، وياخد من طعم الزبدة والبصل بتاعنا. وهنزل عليهم مكعب كده من المرقة، واتنين لورا. ونبتدي نقلب برضو تاني.
هنزل بقى فلفل اسمر، وكمان كزبرة ناشفة. وكده دي كانت البهارات بتاعتي. انا اكتفيت بدول، مش هحط اي بهارات تاني عشان متغيرليش طعم الخضار بتاعي. هنبتدي بقى نشوح فيهم كده، وهننزل كمان بمعلقة صلصة كبيرة. احنا هنا مش هنضيف طماطم خالص، هنكتفي بمعلقة الصلصة دي، هي ايه تديلنا اللون والطعم الحلو. وكمان عندي علبة زبادي. هنا الزبادي طعمها هيدي طعم حلو جدا جدا للخضار بتاعي، هيخليه في حتة تانية خالص. بجد طعمها رهيب، يعني بيغير الطعم، بيخلي الطعم كده غني كده وحلو جدا. فهنا هقلب بقى الكلام ده كله كويس، وبنفس علبة الزبادي هعبيها مية وهحطها كده عليهم، نكمل بقى السوا بتاعهم. مش هضيف اي حاجة تانية، اغطي عليها واسيبها تستوي براحتها لغاية ما يتشرب كل السوائل اللي فيها. هنا بقى كانت اتشربت السوائل بتاعتها كده زي ما انتم شايفين، وبصوا لونها والله وطعمها كان رهيب. والملح طبعا انتوا ظبطوه. وهنا خلاص كانت جهزت معايا. هروح احضر بقى العجينة بتاعتنا. هجيب الصينية دي هدهنها كده بالزيت، وكمان هبطنها بالدقيق. بطنها كده بالدقيق كويس، ونركنها على جنب بقى، ونبتدي نروح للعجينة بتاعتنا. هنا كانت العجينة ما شاء الله خمرت كده وظبطت معانا اهي خلاص. نبتدي بقى ايه نقسمها كده لجزئين، ونبتدي نفرد فيه على شكل الصينية. طبعا هي عندي مستطيل، فهفرد بقى مستطيل كده. اللي وصل بقى معايا لغاية هنا يا ريت لايك بقى وشير وتنبيه للجرس عشان يوصلك كله جديد. واللي مشتركش في القناة يا ريت يشترك. هنا خلاص بصوا سكنتها كده معايا. وكمان هبتدي اعمل التانية، الجزء التاني، عشان اسيبه يرتاح عمال ما احط الحشوة بتاعتي. بصوا عايزة اقولكم والله كانت حلوة جدا، وتغيير كمان في الاكل، الواحد بيزهق من الاكل. هنا بصوا خلاص سكنتها في الصينية، وهجيب الحشوة بتاعتي كده انزلها. بصوا الحشوة كانت رهيبة والله، طعمها حلو جدا، والزبادي هتطلع طعم غني كده، تحفة. وكانت وجبة كاملة كده متكاملة ما شاء الله عليها، حلوة جدا وغنية في نفس الوقت اوي. خلاص كده نبتدي بقى نساوي السطح بتاعنا. عايزة اقول لكم ما شاء الله بصوا شكلها حلو جدا جدا. بصوا الخضار مستوي ولونه اصلا رهيب. هننزل كده بالحشوة بس مش هنيجي على الطروف زي ما انتم شايفين كده. نبتدي بقى نجيب الجزء التاني بتاعنا، ونقفل العجينة بتاعتنا كده. نقفل بقى على الفطيرة بتاعتنا.
كويس. ونسويها بالشكل ده، وبايدي كده هفضل ان انا اقسمها كده لغاية ما تاخد معايا الشكل ده. هسيبها تخمر بقى، وبعد ما تخمر زي ما انتوا شايفين كده هدهن وشها بالزبدة. وكمان عندي سمسم كده، فحطيت شوية سمسم من على الوش كده يديها شكل كده حلو. طبعا برضو كمان القيمة الغذائية بتاعتها، وتدخل على الفرن من الشواية مفتوحة من تحت وفوق، وتطلع معانا بالمنظر الجميل ده. ما شاء الله حاجة روعة جدا، طعمها تحفة جدا وغنية جدا. والعجينة بتاعتي عايزة اقول لكم طرية وهشة جدا جدا. بصوا ما شاء الله طرية جدا، وطعمها اصلا كان رهيب. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتنسوش بقى اللايك والشير والكومنت الحلو. اشوفكم على خير فيديو جديد، مع السلامة.